في قلب العالم المتصل اللي احنا بنعيش فيه في خناقه كبيره جدا على الباندويث. الخناقه دي ممكن ما تبقاش واضحه بالنسبه لنا، لكن في نفس الوقت هي خناقه حاسمه جدا. والفايبر اللي موجود تحت الارض اللي احنا ماشيين عليها وحوالينا في كل مكان شايل كميه هائله من البيانات. معظم المناقشات والاخبار بتبقى عن الانترنت والاقمار الصناعيه وال5G، ولكن البطل الاكبر اللي بينقل المعلومات هو الفايبر. انواع كابل الفايبر نوعين، مالتي مود وسنجل مود. انك تفهم الفرق ده مش عبارة عن تخصص تقني دقيق، بالعكس دي معلومة اساسية هتفرق كتير في كفاءة البنية التحتية وسرعة نقل البيانات والمعلومات في المؤسسات. لو بصيت على الفايبر في عالم المعلومات هتحس ان هو العمود الفقري او الاوعية الدموية اللي بتغذي النظام البيئي لبيئة المعلومات عالميا. الفايبر بيوصل الداتا عن طريق الاشارات الضوئية. الاشارات الضوئية دي بتمشي جوه حاجة اسمها كور، هي عبارة عن خيوط مصنوعة من الازاز او من البلاستيك. والاشارات الضوئيه دي بتتنقل جوه الفايبر بطريقتين، طريقه السنجل مود وطريقه المالتي مود. الاختلاف ما بين الكابل السنجل مود والمالتي مود هو الحجم والمسار اللي بيمشي فيه الضوء. كابل الفايبر السنجل مود الكور فيه بيبقى صغير جدا، بيبقى تقريبا 9 مايكرومتر. القطر الصغير للكور ده بيخلي الضوء يسافر لمسافات بعيده من غير انعكاسات كتير، والطريقه دي بتخلي كابل السنجل مود بيمشي لمسافات طويله وباندويث عالي ولكن بتكلفة أولية أكبر. من ناحية تانية الكابل المالتي مود بيبقى قطره أكبر، بيبقى من 50 ل 62 مايكرومتر، والحجم ده بيخلي فيه انعكاسات وتشتيت للضوء، بس في نفس الوقت بيسمح لأنماط متعددة من الضوء إنها تمشي جواه. الأنماط المتعددة من الضوء اللي بتمشي في كابل المالتي مود بتخلي تكلفة التشغيل أقل. ده بيسمح بإن مصادر ضوء أقل تكلفة تعدي جوه الكابل، لكن في نفس الوقت ده بيعمل تشتيت وتداخل في أنماط الضوء، وبالتالي بيحصل بعض التشتيت للضوء وبيقلل من وضوح وسرعة الضوء، وبالتالي ما نقدرش نمشي بيه لمسافات طويلة. ممكن نشبه السنجل مود زي الليزر بيمشي مسافات طويلة جدا بأقل قدر من الفقدان. ممكن نشبه المالتي مود بالإضاءة الليد، تغطي مساحة كبيرة ولكن في نفس الوقت ما تقدرش تروح مسافات بعيدة. نيجي بقى للتطبيقات العملية. اختيار السنجل مود والمالتي مود بيعتمد على المسافات وكمية البيانات والسرعات اللي احنا محتاجينها. عشان الكابل سنجل مود بيمشي مسافات طويلة والباندويث بتاعه في نفس الوقت كبير، هتلاقيه هو العمود الفقري للإنترنت وبيربط القارات ببعضها، وهتلاقيه موجود في شركات الاتصالات وفي الداتا سنترز الكبير، وعادة هتلاقيه في ربط المباني البعيدة عن بعض. بيقدر يمشي عشرات الكيلومترات وساعات بيوصل لأكتر من 100 كيلومتر. اما كابل المالتي مود علشان بيبقى فيه تشتيت للضوء زي ما وضحنا، نقدر نستخدمه في ان احنا نربط الادوار جوه نفس المبنى، وهتلاقيه موجود في اغلب الداتا سنتر جوه الشركه. وده عشان كابل المالتي مود بيبقى كافي لاغلب التطبيقات جوه الشركات، وكمان بيبقى ارخص لان اجهزه الترانسيفر اللي مسؤوله عن ارسال واستقبال البيانات بتبقى سعرها ارخص مقارنه بالسنجل مود. ده ما يمنعش ان اختيار السنجل مود او المالتي مود بيحتاج مناقشات اوسع علشان نتاكد من تخطيط الشبكه، ولازم في المناقشات دي بناخد في عين الاعتبار مش بس الوضع الحالي والاحتياجات الحاليه، لا كمان التوقعات المستقبليه للتطوير التكنولوجي. فمثلا لو في حرم جامعي بيحاول يعمل توسعات او مدينه بتحدث انظمه المراقبه بتاعتها، فقرار استخدام اني فايبر له تاثير طويل الامد على الصيانه وتكلفه التحديث بعد كده. برغم ان الفروقات ما بين كابل الفايبر واضحه، فالجانب الاقتصادي بيخش بشكل كبير في ان احنا هنختار اني نوع فايبر. ففي البدايه استخدام السنجل مود بيبقى تكلفته اكبر لان ده بيتطلب استخدام ترانسيفر وتكنولوجي متقدمه عن المالتي مود، ومع كده فعلى المدى الطويل السنجل مود ممكن يوفر كتير عشان هو بيوفر باندويث كبير وسرعات كبيره، فده بيخلي عدد الترانسيفر اقل وتكاليف التشغيل اقل والتكرارات والتحديثات اقل. وعن نقيض المالتي مود التكلفه المبدئيه بتبقى اقل، ولكن بعد كده ممكن يحتاج تكرارات وتحديثات في المستقبل، فبالتالي التكلفه بتبقى على المدى البعيد اكبر. فنخلي بالنا لان الطلب على السرعات كل شويه بيزيد، فتغيير السويتشات والترانسيفر غلبه وتوقف الدنيا فمش بالساهل، وده بيؤدي الى سيناريوهات مش شرط تبقى ارخص دلوقتي لكن بتبقى فعاله اكتر على المدى البعيد. فبنحتاج نبقى على اطلاع ومرنين ونظرتنا اوسع واحنا بنختار، عشان مش بس الاختيار الخطأ بيؤدي الى اعطال وتكاليف بعد كده، ده كمان ممكن يفقدنا ميزه تنافسيه من ناحيه نستفاد من الموجه الجديده في التكنولوجي اللي بتحصل كل شويه. في الختام الفروقات بين السنجل مود والمالتي مود قد تبدو ان هي حاجه فنيه، ولكن الاهتمام بيها بيأثر على القرارات وعلى الاقتصاد وعلى الكفاءه، وده مع استمرار سيطره البيانات في اخذ القرارات في المشهد الحالي في العالم. فاختيار نوع الكابل ده مش تفضيل تكنولوجي، ده اختيار استراتيجي مهم جدا. فخلينا نوسع حدود التكنولوجيا بتاعتنا. شكرا لمتابعتك وبفكرك تعمل لايك.